عالسلامة الولاد، ان شاء الله اموركم ستزيد ان شاء الله تبداو لاباس معاكم ويش. قبل ما نبداو نحكيو في الموضوع متاع مشاكل الجيمر في تونس، نحكيو تويك على شوية على الفيديو اللي هبطها البارح ولا البارح نسيت بالضبط وقتها هبطها. تحس كليتو بعضها شوية. والله انا ما يهمنيش تحط لي لايك ولا ديزلايك ولا الفيو، اما ما يهمنيش هذاك الكل. اما حاسب ما ريت الفيديو عامل بيوز حلوة، خاطر بارتاجيت في برشا بلايص، في مجرد في باج وجروب ولا زوز جروبات عملوا ديفيو وعباد تفاعلت معاه وعباد تغشت منها وعباد فرحانة خاطر حطيتهم، فعباد حطيتهم تغشوا. والعباد اللي تغشوا من حكايات تافهة، يعني كيفاش تقول انت قبل الاخر والاخر قبل هذا. يعني الموضوع كل عملته مش هذا قبل هذا وهذا قبل الاخر. يعني واحد كان يجي يخدم مخه شوية كمل يتفرج في الاخر. قلت كان كل واحد يخدم حاجة وحده، حاجة جديدة خينا، خاطر احنا كوميونيتي صغيرة برشا، وكان كلها مثال هما 5 ولا 6 عباد 6 باجات ولا اللي هما يجيو يعملوا نفس الحكاية. مش تمسات راه تمسات برشا. كلنا تو احنا 4 عباد تجي كلها تعمل نفس الحكاية، انت باش تفرج في هذاك ولا ياخذ نفس الحكاية باش تقلق. كان كل واحد يعوض يعمل الحكاية ذيك يخمم فكرة أخرى، ياخذ فكرة من البر، ياخذها فكرة من البر، أما غير ما ياخذ من عند واحد آخر تونسي. احنا 4 عباد بالله، خلي كل واحد يخدم حكاية وحده وجونا به. علاش حكاية نعملوا فيها 40 احنا 7 عباد اللي قاعدين يخدموا ولا قاديه يجيو من بعضهم يبداو يخدموا نفس الحكاية كل مع بعض، كل واحد يمشي يخدم حكاية واحدة. هذاك هو المقصود بتاع الفيديو، وما يهمنيش فيه راهو الفيو ولا تحط لي ديزلايك ولا اللي. انا حبيت نوصل ميساج وصل، اللي فهموا صح عليه، اللي ما فهموش صح عليه زاد، غير ما نقول المخ. توي كان ندخل الموضوع متاعنا، هو مشاكل جيمر في تونس. مشاكل جيمر في تونس اكثر حاجه العباد تعرفها المشاكل بتاعنا هي الكونيكسيون في تونس تطير على الاخر، معناتها تطير. نبداو بكلا تيليكوم تبارك الله قوي برشا، يخدم في البلايص كل كيما قالوا مرور 41 توصل الكونيكسيون بتاعته توصل حتى ل 41. وصلت لي بالكثير 41 اكثر مره وصلت لي 5 ميجا كان في الليل. يعني واحد لازم يقعد مصبح باش يلعب. ثم بلايص راهو يخدموا جوهم 6 زيت، اما راهو مش بلايص يخدموا بلايص الاخرين يعني يدهم يعني كونيكتي ولا ما كونيكتيوش. ثم بلايص ما تنجمش تحل فيهم حتى فيسبوك، يعني مش تنجم تحل بهم جو الفيسبوك، ما تنجمش تحل تصويره، ما تنجمش تبعث ميساج، ما تنجمش. ما غير يعني نحكيو كان على التليكوم راهو حتى ليبراتور اخرين كل كيف يعني اكزاباي كل كيف ثم بلايص باهين وبلايص خايبين. وبخلاف هذا سومهم غالي، وبخلاف هذا تزيد تطلبهم يبدا يحكي معك تقول عليه قليل تلقى شكون يحكي معك يبدا فاهم راه. مرة واحد يطلبك ترى شنو يحكي معك ما كيفاه الحكايه. مرة اخرى قريتها تحل جوجل، قالوا حل جوجل تا تخدم لك، عمل له قالت قالوا تحل جوجل تا تخدم لك. يعني باش تفهم اللي انت مستوي حتى العباد اللي يحطوهم مش في بلايص. هذا في الكونيكسيون تعديهم الكونيكسيون. الماتريال جيمنج ماتريال جيمنج الاسواق تبارك الله رخاص برشا، يعني خلاص برشا تشري بي سي يطلع لك 2 ملايين، يعني باش يخدم لك الجو بالكدا تلقى 2 ملايين. يعني باش يشدك، يعني مش نحكي على جو نتاع باش يشدك عوام اخرين من 2 ملايين وانت طالع. شنو هي اخر قطايع مثال سوري ولا حكايه سوري تبدا 100 وانت طالع، يعني باش يلعب لازم ياخذ سوري ب100 ويش ولا تابي بطريقه دي الناس ما تعملش تابي جمله. ماتريال جيمنج غالي، انت تجي تسالهم تقول لهم ماتريال جيمنج علاش غالي، يقول لك نوردوا. سامحني كي تورد ولا حكايه ماكش تورد بالقطعه، راك تورد بالكونتيتي. انت باش تقول لي لورو في بينا لورو طالع وكل شيء، اما راهو مش سوم هذاك باش يوصل بيه. توا نمشيو لاكثر حاجه غاليه بالحق في تونس، اغلى من ماتريال جيمنج تاع البي سي، يعني اغلى من حاجات تابعه البي سي. لي كونسول في تونس سومهم يشحت. سوني ما نعرفش باش تخمم، يعني كان عندهم مخ ولا فهمتش. بلاي 4 سومها 1,400,000 وفي بوتيك تلقاه يعني بحذاها راه قربت. شفت اسم عالم سوني بحذاها خطوتين بوتيك اخر يبيع في البلاي 1,200,000. جيت تسأل يقول لك نوردوا فيها وترى شنية واللورو طايح والاخر طالع والاخر هابط. يا معلم راك سوني، انت تجيب في السلعة ماكش تشري، فتجيب في السلعة بتاعك، يعني باش تقول لي تورد شنو باش تدفع انت.
يعني كارها سومة في سوني ميفوتش مليون، هذا متفق عليها بالكل، كارها ما تفوتش مليون. كيفاش انت جيت بحالي مليون و400 ولا بخلاف الجو عاد برا نمشي نشوف الجو. انا كل مره نعمل طلب نقول يمكن طيحوا في السوق، نمشي نمد وجهي نشوف زعماش طيحوا في السوق ولا حكايه. بقات مليون و400 وبوتيكات في تونس يعني هذا مش تابع سوني اللي جاي يجيب كعبه كعبتين يبيع فيها مليون و100 مليون و200 بريسك. يعني باش تقول لي انت شنية؟ هذه مشاكل تاع عباد بالحق طمع كيفاه تصلب فينا في فلوس، يعني تسرق في فلوسنا، والعباد مشكلة فين تشري، هذيك هي مشكلتها. بخلاف هذايا احنا بخلاف المشاكل هذوما كل نمشيو اكبر مشكلة في تونس الجيمر التونسي هي الفلوس. فلوس احنا بلاد بريسك الشعب كله في الوسط، يعني عباد ما قادش كيفاش تاكل وما قادش كيفاش باش تعمل باش تمشي تشيلك جو صحيحة. ثم عباد بالحق مغرومة وتضحي من يعني اي حكاية، تضحي ما تخرجش ما تعملش حاجات وتلم فلوس وتشري جو وتعمل كل شيء. ما فهم كل واحد وكيف فهم عباد ما تنجمش. كل شيء غالي في البلاد، حتى باش يلم فلوس باش يشري حكاية ما ينجمش، يبدا يلم بعدك يصرفهم ما ينجمش يشري بها الحكاية اللي حاجته بها. احنا بلاد مشاكل عادية مازلنا ما حليناهمش، نجمو نحلو مشكلة تاع الجيمنج. يعني العباد كلها ديريك نحلو مشكلة الجيمنج، احنا بلاد بخمو قبل نحلو حاجات بسيطة، اما راهو الجيمنج ما نجموش نحلو له مشاكل احنا، حتى اللي الدولة تقدم بعد توا كل شيء بشوية بشوية يتقدر. احنا نحلو الحاجات البسيطة، مثال الجيمنج نحسنو بالايفينمونات كيما الايفينمونات تعمل فيهم فتاك. الايفينمونات قاعدين بالحق نطلعوا بالكدا خاطر اسمنا ولا مقيد في يعني في العالمية كيف يقولوها، ونلعبوا على درابونا تويك ذراعك يا عالم يلزمنا نخدموا باش نطلعوا. بخلاف هذا كيما تعرفوا زاد لورو تبارك الله طالع بورش علينا، احنا اورو يجي 2256 فرنك، يعني دوبل وزايد شوي، برشا فلوس برشا. يعني باش تفهموا لي احنا مشكلتنا راهي مش في الجيمنج برجر، اي غرام اخر في حكاية ماتريال ولا حكاية صعيب برشا في تونس يبدا ينجح. يعني كل شيء تلقاه عندك خاطر احنا بلاد كل شيء نستوردوا فيه، هذه اكثر حاجة لازم تفهموها. رانا بلاد نستوردوا، رانا مانيش نصدروا لبرا، نستوردوا في كل شيء، ولورو غالي علينا برشا. والعباد في تونس يحل بوتيك ولا حكاية ديما يحب ياخو اكثر فلوس وما يخممش في العبد العادي. انا نعرف بوتيك في سكرة من غير ما نذكروا اسمه يبيع في البليترو 1,200,000 لتوا. يعني باش تفهم انت العباد قداش مازال تستوعب، عباد تشري ما عنده عباد عرفتك اللي يبدا يفاز عليه يشري عادي. ان شاء الله فسرت لكم شويه حاجات وان شاء الله عجبتكم، ونعرف هذا مش تعجبكم برشا كيما الفيديو الاخر برشا تفصيل. هذا حبيت نقول رايي على المشاكل الجيمر في تونس. وكان عجبتكم تنساش تعمل جيم، ونتقابلوا فيديو اخر ان شاء الله باش نرجعوا نبروا شويه واللي تغشش زاد يده، يعني مانيش باش نقلقوا. بالسلامه الولاد.